صباح الخير، صباح النور. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيت لكم بالغريبه او الملوزه. كتحضر باللوز والكركاع. هذه المره قررت نحضرها غير باللوز. صدقوني كتجي معلكه وزوينه بزاف، يعني ما كتبقاش ليا صراحه. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 250 غرام ديال اللوز، 100 غرام ديال السكر سنيده، 4 معالق ديال خميره الحلويات، عندي واحد الساشي ديال الفاني ومبشور ديال الليمونه، وعندي سكر كلاصي اللي غادي نفندو فيه. الوغ بالنسبه للوز هنايا عندي بالقشره ديالو، انا جوست مسحته وصافي وطحنته. غادي نعاود نطحنو المره الثانيه مع السكر سنيده. ما نحاولوش نطحنو بزاف باش ما يطلقش لنا داك الزيت، غادي نطحنو غير باش يولي لنا بودره وفقط، يعني ما نطحنوش بزاف حتى يتعلق. الوغ غادي نزيد معاه الفاني، خميره الحلويات، مبشور الليمون، وما نساوش واحد القبيصه ديال الملح. غنخلطو الكل ومن بعد غادي نجمعها ببيضه. سمحوا لي ما درتهاش في المقادير، نسيت، مي غادي نجمعو بيضه كامله تكون متوسطه الحجم، ما تكونش كبيره وما تكونش صغيره. صافي هنا غادي نحاولوا ندلكوها مزيان مزيان. ضروري هذه المرحله هذه انها المعلكه ديالنا او الغريبه خاصها تدلك مزيان، يعني ضروري ما تزربوش عليها، دلكوها شويه مزيان. صافي هنا من بعد بدات تكور ليا ومبقاتش كتلصق، صافي هنا الغريبه ديالي راها واجده. غادي نجيب واحد شويه ديال الماء الزهر باش ما تبقاش تلصق ليا في يدي، وغادي ناخذ شويه وغادي ندير واحد الكويره. بالنسبه للكوره كتبقى على حسب الحجم ديالكم نتوما اللي بغيتو، كبيره صغيره شوفوا اللي بغيتو. غادي نفندوها في السكر كلاصي مزيان وغنديروها في الطاوه ديال الفرن. هنا غنكمل الكميه كلها اللي عندي. هنا عطاتني تقريبا واحد 20 حبه. الوغ هنا غناخذ طريفه ديال الكركاع وغادي نديرهم في الوسط. غادي نضغطوا واحد شويه وغادي نديروا طريفات ديال الكركاع. ممكن ديروا اللوز الا ما حبيتوش ديروا كركاع، ديروا واحد اللوزه وسط منها. هنا الا بغيتو تلصق لكم ديروها بشويه ديال الماء الزهر وضغطوها شويه في الحلوه ديالكم باش تلصق لكم الكركاع. وهذا هو الشكل ديالها. ندخلها للفرن على درجه حراره 180 درجه لمده ديال ما تفوتش 12 دقيقه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، ونشوفكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد.